العالم الفذ نيكولا تسلا كان بيوصف العالم إنه محكوم بقوانين الغابة. الغربان والضباع ما بتتعبش نفسها في الصيد ولا بتضيع مجهود أو وقت عشان تصطاد الفريسة، هما بس بيعيشوا وبيستفيدوا من تعب الحيوانات التانية. هي دي الحياة. ايه اللي خلى تسلا واحد من أشهر المخترعين في العالم يعيش فقير ويموت وهو بيقول كده؟ وايه حكايته مع أشهر مخترع في العالم توماس إديسون؟ أهلا بيكو ويلا بينا نعرف هل إديسون كان مخترع عبقري ولا حرامي عبقري. توماس إديسون مخترع أمريكي اتولد سنة 1847 من أب هولندي وأم اسكتلندية، وتوصف بأنه الراجل اللي نور العالم لما اخترع المصباح الكهربائي سنة 1879. واتسمى برضو بصاحب الألف اختراع علشان عنده من 1084 ل 1093 براءة اختراع. وهو عنده 7 سنين دخل مدرسة محلية بس اتفصل بعد 3 شهور بس من دخوله المدرسة لأن المدرسين بتوعه كانوا شايفينه ما ينفعش في الدراسة. طفل فضولي بيتفرج على كل اللي حواليه وعنده فرط حركة وبيسأل كتير وعنده بطء في استيعاب المواد الدراسية اللي كانت قايمة على الحفظ أصلا. ده غير إن كان عنده ضعف في حاسة السمع، يعني من الآخر مريض عقلي ملوش في التعليم، يعني يشوف له صنع أحسن له. وده تقريبا اللي اتكتب في جواب الطرد اللي وصل لوالدته. لكن أمه بقى عشان كانت مدرسة أطفال وفاهمة طبيعة ابنها كويس عرفت تتعامل مع ابنها وقالت له المدرسة بتقول إنك عبقري وإن المدرسة إمكانياتها محدودة وإنها مش هتقدر تتعامل مع عبقري زيك، وسابت شغلها وركزت مجهودها كله في تعليم ابنها في البيت. واللي ساعدها على كده إنها كانت بتحب القراية جدا وكانت بتسيبه يجرب ويغلط لحد ما يتعلم. وكان أول مرة يتسجل فيها براءة اختراع لإديسون كانت سنة 1869 بعد لما بدأ سلسلة اختراعاته اللي كان أشهرها التلغراف وبعدها الفوتوغراف. ومن المكاسب اللي حققها إنه عمل المختبر الخاص بيه اللي بعد كده كبر وبقى شركة وليها مقرات في أوروبا اللي اشتغل فيه تسلا بعد كده. نيكولا تسلا بقى هو مخترع سيبراني اتولد سنة 1856، يعني أصغر من إديسون ب9 سنين بس. تسلا كان عكس إديسون خالص، كان متفوق جدا في دراسته لدرجة إن مدرسينه كانوا فاكرينه بيغش، وتفوقه ده كان بسبب إنه كان عنده ذاكرة قوية جدا وقدرات إبداعية ورثهم من أمه اللي كانت معروفة بقدراتها على صناعة الأدوات المنزلية والأجهزة الميكانيكية رغم إنها ما دخلتش مدرسة أصلا. دخل تسلا مدرسة الهندسة اللي نجح فيها بشكل رهيب وبعدها جامعة جراتس في النمسا كمنحة وخد فيها أعلى تقدير في أول سنة ليه. وفي سنة تانية اختلف مع مدرس ليه في الجامعة وخسر المنحة وحياته اتدهورت في الجامعة. وفي السنة التالتة ومع الوقت ما قدرش يتخرج من الجامعة. بعدها فضل حوالي 3 سنين يتنقل من مكان لمكان مش عارف يدخل جامعة تانية ولا لاقي شغل يناسبه. وفي الفترة دي أبوه اتوفى. وفي سنة 1881 اشتغل تسلا كمختص كهربائي في شركة بودابست للبرق وعمل إضافات مفيدة جدا لأجهزة الشركة، واتقال إنه اخترع مضخ هاتفي لكن مفيش أي حاجة اتسجلت باسمه بشكل رسمي. سنة 1882 اتنقل نيكولا تسلا لفرنسا وهناك اشتغل في شركة إديسون لتصميم وتطوير الأجهزة الكهربائية. وفي يونيو 1884 هاجر تسلا أوروبا واتنقل لأمريكا وشغله توماس إديسون عنده في شركة للأعمال الميكانيكية في منهاتن بمرتب $18 في الأسبوع. في الأول اشتغل تسلا مهندس كهربائي لكن بسرعة قدر يحل معضلات صعبة كانت موجودة في الشركة، وده كان سبب يخلي إديسون يطلب منه يعيد تصميم مولد إديسون للتيار المستمر علشان كان فيه مشاكل. وقتها وعدوا إديسون بمكافأة $50,000 وده طبعا كان مبلغ رهيب وقتها. وعلى كلام تسلا إن فعلا سنة 1885 قدر تسلا إنه يعيد تصميم المولد وآلياته اللي ما كانتش شغالة، وإن المولد بعدها اشتغل بشكل كويس جدا وبكفاءة عالية كمان. ولما طالب
بيطالب تسلا بمكافئته، اديسون قال له تسلا انت تقريبا كده مالكش في حس الدعابة الامريكية، واداله علاوة اسبوعية $10 زيادة على مرتبه بس. واللي رفضه تسلا وخلاه يسيب الشغل عند اديسون ان اديسون اخد المولد وسجله باسمه كبراءة اختراع. مش تسلا بس اللي اتهم اديسون بسرقة اختراعاته ونسبها لنفسه، لكن في علماء تانيين قالوا ان اديسون كان بيدير مختبر للاختراعات بس، وانه كان بياخد افكار واختراعات الباحثين اللي شغالين في المختبر وبينسبها لنفسه. وزي ما حصل مع تسلا حصل مع ويليام ديكسون اللي كان بيشتغل في مختبر اديسون واخترع جهاز عرض الافلام الكينتوسكوب اللي اخده اديسون وسجله باسمه وخد عليه وسام ألبرت للجمعية الملكية من فنون بريطانيا العظمى، واخد كمان الميدالية الذهبية من الكونجرس. ومش بس الباحثين اللي شغالين في مختبره، ده كمان باحثين بره فريق عمله اتهموه بالسرقة، زي مثلا ان اول محاولة تصنيع المصباح الكهربائي اشهر اختراع لإديسون كان سنة 1802، يعني قبل ما يتولد ب45 سنة، وده لما تمكن الكيميائي البريطاني هامفري من تمرير تيار كهربائي من خلال خيط رفيع من بلاتينيوم، بس الإضاءة كانت ضعيفة وما فضلتش شغالة وقت طويل علشان البلاتينيوم كان بيتحرق بسرعة وكانت تكلفته عالية جدا، واللي خلى الاختراع ده ما ينتشرش كتير وفضل يحصل عليه تعديلات وتغيير مواد السلك من مخترعين كتير علشان ما كانوش بيقدروا يوصلوا للخام بتاع السلك اللي يقدر يعيش فترة طويلة، لحد ما قدر إديسون يوصل لسلك من الكربون مع مواد تانية اللي قدرت تستحمل التيار الكهربائي لفترة طويلة، وقدر يسوق للمصباح بشكل كويس وسجله كبراءة اختراع ليه، وبقى مخترع المصباح الكهربائي كله مش السلك بس. ده غير أشعة إكس، بالرغم من إنها معروفة باسم أشعة رونتجن على اسم المهندس رومتجن اللي اكتشفها بالصدفة سنة 1895، إلا إن إديسون طورها وعرضها على الجمهور في معرض الرابطة الوطنية للضوء الكهربائي في نيويورك وسجلها باسمه كبراءة اختراع. لكن في سنة 1903 رجع وتنازل عن براءة اختراع أشعة إكس. وفي سنة 1888 بعد اختراع هارولد براون كرسي الإعدام الكهربائي، إديسون عين براون عنده عشان يعمل دراسات تثبت إن التيار المتردد ليه آثار مميتة. وفعلا بعد تجارب عملها براون على حيوانات في مختبر إديسون، براون قال إن التجارب كانت بتمويل كبير من إديسون، بس بعد لما خلصوا الدراسة إديسون كالعادة قام وسجل براءة اختراع الكرسي الكهربائي باسمه. ده غير ورق الشمع أو الورق الشفاف اللي خده من المصور الفرنسي جوستاف لي جراي، وجهاز المسجل الصوتي اللي خده من إيميل برلينر وعمل عليه تعديلات وبرضه نسبه لنفسه، وبطاريات التخزين اللي كانت موجودة قبل إديسون أصلا اللي كالعادة عمل عليها تطوير وخلاها متاحة للاستخدام الشعبي واتسجلت كبراءة اختراع ليه. ورغم كل الاتهامات دي ما نقدرش ننكر إن توماس إديسون كان عبقري وليه اختراعات فعلا. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.